عمرو مراد، اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انت كويس؟ كله زي الفل. مزهقينك معانا اليومين دول؟ على دماغي من فوق، بالعكس. لا هنزهقك اكتر بقى. يلا بينا. طيب خليني اسالك سؤال كده. احنا الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفوكال ريكوردينج والفوكال بوث. تمام. انتوا عندكم منتج كده، يعني احنا مش عارفين نضمه لفكره الفوكال ولا يبقى هو لوحده. اوكي. وهو الساوند جوبو. اوكي الجوبو. تمام. ايه وظيفته؟ بص، هو الموضوع ببساطة انه الجوبو في الاستوديوز اللي مساحتها كبيرة بنستخدمه في ان احنا بنبقى عاملين زي يعني محيط صغير كده حوالين الميكروفون، علشان ما المايك لو اتحط في المساحة الكبيرة دي حتى لو معزولة ومعمول لها معالجة بياخد من صوت الأوضة. تمام. فالساوند جوبو او الجوبو الصغير ده بيبقى زي الكرفان كده جنبين، عامل زي المثلث، علشان خاطر نقدر نستخدمه بالطريقة دي. تمام. طبعا مع التطور بقى وان بقى في عملاء كتير بتحاول تدور على بدايل، فلو البادجت مش مناسبة انه ياخد فوكال ريكوردينج بنرشح له الجوبو، لانه كمان الجوبو ممكن في المستقبل يتم تطويره لو هو عايز لفوكال ريكوردينج. تمام، يعني هي تعتبر خطوة مبدئية ان انا اوصل. بيقدر يعني يقول بسم الله كده ويبدأ. زي الفل. تمام. طيب هل هو بيديني نفس نتيجة الفوكال؟ لا، عشان نكون منصفين في بينهم اختلافات. الاختلاف الاولاني انه الفوكال ريكوردينج انا ببقى جوه خالص، فبيبقى المحيط بتاعي بالكامل داخل الكابينة او الفوكال، فالنتائج بتكون افضل. ولكن لو انا هستخدم الجوبو وقدرت ان انا الاوضه بتاعتي يكون زي ما بنقول برضو فيها عفش وفيها حاجات، وخليت ظهري للحيطه وحاولت اروح لكورنر، هقدر اطلع منه بافضل نتيجه. ومؤخرا مع التطوير عملنا له سقف صغير كده ورف صغير. تمام، يعني يعتبر ان احنا ضمناه لفكرة الكبائن بشكل مبدئي. يعني ما نقدرش نقول كده قوي، بس يعني هو في الاخر احنا بنحاول مع الوقت ان احنا نطور على حسب رغبة العملاء واحتياجاتهم. تمام يا عمرو، مش هقولك قول جوبو 10 مرات. خلاص تمام. مش هقول جوه 10 مرات حبيبي. شكرا يا عمرو. حبيبي.